السلام عليكم ورحمة الله، وياكم أحمد الرباعي. راح أتكلم حلقة اليوم عن طريقة معرفة اسم المتصل. طبعا كثير من الناس تعرض إلى اتصالات وإزعاجات وبحاجة إلى معرفة أصحاب الأرقام. طبعا هذه الطريقة ناجحة 80%، والبرنامج يعرفه بعض الناس، متوفر على الأجهزة الذكية مثل أندرويد، آيفون، باسم ترو كولر. بس اليوم راح أقدم لكم إياه على الكمبيوتر وبدون حاجة إلى اللجوء للهاتف الذكي. تابع الفيديو. هذا الموقع اللي راح استخدمه حاليا مثل ما قلت لكم www.truecaller.com. بالنسبة للفون نمبر، هاي خانة الرقم اللي تخليه هو يختار حاليا الدولة، هاي العراق. أنا الدولة العراق حاليا بها. طبعا بالنسبة للداونلود ناو، هاي هنا على أجهزة الأبل وهنا على أجهزة الأندرويد إلى آخره، ما نحتاج هالشي. راح أكتب الرقم، بس قبلها يحتاج إلى تسجيل دخول. بإمكاني أضغط ساين إن، طبعا عن طريق ايميل جيميل نفسه اللي تابع اليوتيوب او جوجل بلاي، هو جيميل يسموه. او اضغط على الفيسبوك مثل ما تشوفون. انا حاليا راح اسجل على الفيسبوك. انت مجرد ما تضغط على الفيسبوك راح تطلع لك انه تملي اعدادات الفيسبوك، يعني الايميل والباسورد. بعدها تضغط على لوج ان، يعني تسجل دخول بالفيسبوك. ووراها راح يقول لك انه يعني اشتراك بتروكولر، سماح تروكولر بالنشر عبر صفحتك. هو ما يشوف شيء، مجرد يدخل الاعدادات. راح تضغط اوكي وراح يفتح عندك مثل ما فتح عندي بهاي الطريقة. هاي بالنسبة للفيسبوك. هذا مثل ما تشوف احمد عزيز سجل حاليا. راح اخلي رقم، اخلي رقم حاليا واضغط المكبر. طبعا قبلها راح انتبه على الدولة اللي اخليها. مثلا انت بالعراق تريد تعرف رقم عراقي، مجرد تختار العراق، او هو احيانا يعني اغلب الاحيان هو يكون مختار لك، بس اذا غير الدولة انت ترجع تسويها عراق. عموما نخلي الرقم 70. طبعا بالنسبة لترو كولر حاليا راح يشوفني باسم ذا كينج، لان انا مغير اصلا الاعدادات ومسجل على الهاتف الذكي. مثل ما تشوف ذا كينج مسوي حاليا. بهذه الطريقة بامكانك انت ان تضيف اي رقم يعني اللي متصل عليك ويكشف لك اياه بهذه الطريقة، وترجع مرة ثانية تكبس على ترو كولر وتحط رقم ثاني. اي استفسار، أنا حاضر، أخوكم أحمد الرباعي.